اصلي لاحظت حاجة، اي شورت بنزله على اليوتيوب ليه علاقة بجي تي ايه بيجيب لي سترايك او ليميتد كده، ان هو دعاء الريل او الشورت بتاع جي تي ايه اللي انت عملتيه ده مش هيبقى موجود للشعب اللي في روسيا. روسيا وانا مالي يا عم، وانا مالي يا لمبي بروسيا، انا مالي ليه جي تي ايه ممنوعه في روسيا وليه غيرها من الالعاب اصلا بتتمنع؟ ده اللي فكرت فيه وقلت طب كويس، الواحد جاله فكره حلوه. اعتقد يعني ان احنا نعمل النهارده الحلقه بتاعت اركيد على ليه الالعاب بتتمنع اصلا، مش اللي في دماغك بس، في اسباب تانية وفي امثلة لقيتها فعلا كانت موجودة. دول معينة منعت العاب معينة لاسباب معينة، فتعالوا نشوف ايه المعينة وايه الكرايتيريا او الفكر اللي ورا الدول ليه بتمنع جيمز معين. موضوع مش قمص وكده، لا، موضوع بيبقى ليه سبب، وانا بقى جيت اقول لك ايه السبب. فتعالوا نشوف الجيمز ليه بيتعمل لها بان ولا ما بانش. معلش انا اصلي محوشه القذر اللي انا قلته. يلا بينا. تس اهلا بيكم وحلقه جديده من اركيد. الحلقة دي هنعرف انواع البان او حظر الالعاب، بيبقى ليه انواع معينة، هنضرب امثلة حصلت بجد لالعاب اتمنعت، وهنشرح برضو التصنيف او الريتنج اللي بيتحط على الستيكر اللي بيتحط على اي جيم ده ايه قصته، وهل الموضوع ده اصلا ليه معنى في اليومين اللي احنا عايشين فيهم دول، الزمن ده، هل الرقابة اصلا ليها معنى، وهل انا او انت مع او ضد الموضوع ده. وجي تي ايه هتاخد مننا كلام كتير في الحلقة دي. ارجو وضع السكاكين والمسدسات في الدرج، انا مش جاية اتخانق، انا جاية اتناقش معاك، ومفيش اي سم في اي عسل، انا جايه اتناقش فعلا معاكم في الموضوع ده لان هو اظهار فضولي و I'm sharing this with you مش اكتر. البانز او انواع منع الالعاب هي ممكن تتلخص في 4 انواع. اول نوع ممكن اللعبه تتحظر او تتمنع من نزولها في دوله معينه بسبب ان محتوى اللعبه دي فيه عنف كتير وفي حاجات تانية كتير اللي هي 18 بلس. ده اول بان. وتاني بان ممكن يحصل لسبب حادثة معينة حصلت في الدولة دي أثارت الرأي العام بشكل ما، فتم منعها من نزولها أو إصدارها وبيعها في الدولة اللي حصلت فيها الحادثة دي. تالت نوع هو ممكن يحصل على اعتراض الدولة أو الحكومة يعني على آلية معينة أو أسلوب موجود جوه اللعبة دي، ده تالت حظر. وآخر نوع من البانز او ان اللعبه تتمنع هو المنع السياسي او حتى الاقتصادي. نخش بقى على الجوس والامثله اللي حصلت لالعاب اتحظرت في دول كتيره وايه اللي حصل. استراليا من اقدم واشرس الدول اللي بتراقب الالعاب، وهم عندهم بورد كده تبعهم يعني تبع الحكومه الاستراليه اسمه Australian Classification Board او البورد للتصنيف او بتاعه التصنيفات لاي حاجه بقى في الاعلام والالعاب. عندهم هو دي الهيئه الرقابيه بتاعتهم، ولازم اي لعبه بتنزل في الماركتس او الاسواق الاستراليه تاخد ختم النسر الاسترالي من البورد دي. غير كده هي كده ايه غير قانونيه باش انت كده ايه في مساله وفي كلبوش، فلازم البورد ده يدي اوكي للعبه قانونيا عشان تتباع بشكل رسمي. في سنة 2001 في استراليا نزل الجزء الثالث بتاع جي تي ايه، وكان في حاجة مش ولا بد في الجزء ده. الاباء بقى بدأوا يتكلموا والاعلام خد اللقطة في الحتة دي والموضوع كبر، وكان قصدهم انه ما ينفعش الحاجات تبقى موجودة في لعبة للأطفال. بصراحة كان عندهم حق، فالحكومة استجابت لطلب الرأي العام وقتها وسحبت التصنيف من جي تي اي الجزء الثالث في 2001. فروك ستار انصاعت للحكومة الأسترالية والحظر اللي حصل ده للعبة بتاعتها، وشالت الحاجات الوحشة دي من الجزء الثالث
شابوه بقى يا بتوع الكانجارو، فعلا كده ايه علموا على روك ستار نفسها. وبعد كده رجعوا لهم الثامبس اب على الجيم، وبدات تتباع بشكل رسمي وعادي من جديد. الغريب بقى ان استراليا في 2019 رجعت البلس 18 على الجزء الثالث من جي تي ايه، رجعت اللي هو تصنيف، حطت لهم ستيكر بلس 18 ونزل شوف انت بقى على مسؤوليتك. يعني انت جايه بعد 18 سنه ترجعي في كلامك، بس هو ده اللي حصل. بقول لكم ان ده فعلا حظر، وروكستار عدلت من اللعبه بتاعتها بسبب ايه الحادثه اللي حصلت في 2001 في استراليا. المانيا طبعا عارفين ان المانيا ليها تاريخ تقيل في العنف، ومش لازم افسر، احنا مش ناقصين بنات احنا كمان كاركيد يعني. فدايما عندها سنسيتيفيتي او حساسيه عاليه لاي حاجه ليها علاقه بالعنف. فمنعت 4 اجزاء من سلسله جي تي اي، منعت فايس سيتي، منعت سان اندرياس، منعت ليبرتي سيتي ستوريز وفايس سيتي ستوريز. والحكومه وقتها او الناس اللي كانت يعني ليها علاقه بالموضوع ده في المانيا قالوا اللي احنا ده تبريرهم ان هم يمنعوا الاجزاء دي، ان هو احنا مش عايزين العنف يبقى نورماليزد او حاجه طبيعيه، لان لما تتعرض للموضوع ده بتحس ان هو عادي يعني وبتلعب وبتاع، فانت ممكن تنزل بجد في الشارع تعمل الموضوع ده. فانا همنعه خالص. الطريف بقى ان جي تي اي 4 و5 في المانيا ما اتمنعوش عادي، مع ان كان فيهم يعني عنف جسدي او يعني فيهم عنف يعني اكتر حتى من الاجزاء القديمه. بس يعني انا ما اعرفش بقى روكستار عملت ايه يعني. فممكن نقول ان البان ده هو مزاج سياسي، هو وقتها هي المانيا قفشت، وبعد كده قالت خلاص بقت شربوه ما اعرفش بقى عصير بايه، وبقت تمام على الاجزاء اللي بعد كده. تايلاند في 2008 حصل حادثه شهيره لولد مراهق عنده 17 سنه، يعني تسبب في مقتل سائق تاكسي. واللي قالوا في التحقيقات يعني ان هو كان بيلعب جي تي ايه، ويعني كان عايز يجرب الموضوع اللي لعبه في الحقيقه، شوف ايه الكلام يعني. ما مش عارفه ايه ان مراهق ايه ده، مش عارفه، بس هو ده اللي اتقال. هنا بقى الراي العام ما قعدش قال لك ايه يا باشا جي تي ايه وبتاع، وعندهم حق طبعا يعني تمام. وتايلاند منعت السلسله دي كلها بقى ان هي تتواجد عندهم في الدوله. طبعا عندهم حق، كل الحق، بس ما ينفعش اختزل هذا العمل الاجرامي في جيم. لا، هو في ظروف اجتماعيه وفي ظروف نفسيه، وطبعا الجيم دي ساعدت على الموضوع ده، فهي لوكشه حلوه، مش مجرد اللوم يتحط على الجيم وخلاص عنها وانا مش عايزه افكر في اسباب تانية. وده اللي بنسميه في علم اجتماع اسمه المورال بانيك، اللي هو حاله فزع بتيجي للمجتمع، وان هما عايزين يفسروا حادثه ما بتفسير اللي هو خلاص هو ده التفسير، اللي هو من غير بقى ايه مندك ديبر او نعرف ايه الاسباب الحقيقيه بجد. لا، هو خلاص ده التفسير يا باشا، يلا بسرعه ايه حاله الفزع نحط عليها فيونكه ونخلص. يعني مفيش تحقيق بجد بيحصل لاسباب كتيره لاي حاجه وحشه ممكن تحصل، لصم يعني من الاخر. وطبعا في حاجات انا كنت بقول من انواع البانز او الحظر بتاعه الالعاب، منهم النوع اللي هو بيلغي محتوى ليه دعوه بميكانيكيه معينه جوه جيم. يعني مثلا يا جماعه دايموند اللي هو الكازينو اللي موجود جوه العاب جي تي اي اونلاين بالذات، ده بيعتمد على الجامبلينج او القمار، واكتر من 50 دوله منعت الموضوع ده، وروكستار انصاعت وشالت الحته دي من المصنفات بتاعتها للدول دي، لان الدايموند كازينو اللي كان موجود في جي تي اي اونلاين اللي هو بيشجع على القمار، في منه كتير ميكانيكس مختلفة ممكن تلاقيها في الالتيميت تيم بتاع اف سي، ولا اللوت بوكسز اللي انت ممكن تلاقيها في اوفر واتش، ايبكس، يعني الحاجات اللي احنا عارفينها دي. كل ده بيعزز فكرة الجامبلينج او القمار، حقهم طبعا يمنعوها. نيجي بقى لاخر مثل، وهو حكاية روسيا وجي تي ايه بالذات. دي بصراحة انا يعني ما فهمتهاش، وطلعت ان ستيم وبلاي ستيشن وكل الناس اللي بتبيع الالعاب يعني هما اللي مش عايزين يبيعوا للماركت الروسي بسبب قيود اتفرضت على الدولة دي عشان الحرب اللي ضد اوكرانيا. بيعاقبوهم يعني. حتى روسيا جت واعلنت قالت بقى جي تي اي 6 بقى اصلا حتى لو انتوا شلتوا القيود دي انا مش هبيعها عندي في البلد. ناس يعني
جامده علشان دي فيها عنف وبتاع، فدي مش لايقه معايا اصلا، فاللي هو انتوا بتفرضوا عليا قيود انا اصلا مش هبيعها حتى لو انتوا شلتوها. ففي قفش واضح بين روسيا وروكستار والعاب كتيره تانية. سؤال يبدو ممل بس انت لازم تبقى عارفه علشان تعرف ايه موضوع التصنيفات دي وانواعها. انا هتكلم في حتتي اللي ليها دعوه بالجيمز. في امريكا في ESRB، وده اختصار ل Entertainment Software ريتنج بورد، والنظام اللي شبهه اللي بيحط الريتنجز والتصنيفات دي في اوروبا اسمه PEGI او Pan European Game Information. بان اللي هو يعني زي الفين مش. والاتنين مؤسسات رقابية فكرتها ان هما بيحطوا الملصقات اللي انت بتشوفها اللي هي 18 و ار ريتد 12 7 3، الحاجات دي مش بتتحط كده استباحثا، لا المؤسسات دي بتدرس الالعاب كلها وبتحط الستيكرز اللي موجودة بتشوفها على الكيسز او حتى على الديجيتال كوبيز. في سؤال بيتقال دايما واكيد جه في دماغك وقلت عليه في اول حلقة، هو الرقابة اصلا ليها معنى في الزمن اللي احنا فيه؟ اي طفل ممكن يخش يتفرج على الالعاب اللي هو عايزها، يلعب الالعاب اللي هو عايزها، يشوف ستريم اي حاجة، مفيش اي معنى الموضوع الرقابة او ان المؤسسات دي تحط ستيكرز، هي كده مش هتمنع حاجة. في رأيين بيجاوبوا على السؤال ده. في رأي بيقول ان المؤسسات والستيكرز او الريتنجز دي هي مجرد حاجة شكلية، وان الناس المطورين بيحطوا الستيكرز او بيطالبوا بالمراقبات والريتنجز تتحط على الالعاب بتاعتهم علشان العابهم تبقى قانونية، بيقولوا كده. وفي رأي تاني بيقول ان المؤسسات والستيكرز والريتنجز دي بتتحط ليه ان هي أداة معلوماتية بتقول للبيرنتس أو الأهالي أو البلايرز اللي هيلعبوا اللعبة دي انتوا داخلين على ايه. فاللي هو كأنه الحاجات اللي بتلاقيها مثلا اللحم ده حلال فيكتب لك الستيكرز دي، انت بس تبقى لازم تبقى فاهم انت داخل على ايه او هتاكل ايه او صحتك في العلبة دي، الحاجات اللي انتوا عارفينها دي، او لاكتوز فري والكلام ده. لازم تتحط الملصقات دي علشان دي أداة بتساعدك انك تفهم انت داخل على ايه كلاعب يعني. بس المشكلة ان الملصقات دي او الهيئات الرقابية دي مش دايما بتبقى دقيقة في الريتنجز او تصنيفها للالعاب. يعني مثلا FC اللي هي بتاعت الكورة دي مش محطوط عليها اي يعني حظر او منع ما للجامبلينج او القمار اللي احنا قلنا عليه اللي موجود في الالتيميت تيم. ما ده مش موجود اصلا، مش يعني ما فيش تحذيرات مع ان المفروض يحصل كده. فهو في جاب او فجوة بين الواقع وبين الستيكرز او الريتنجز، يعني مش دايما بتبقى دقيقة او حقيقية. وسؤالي الاخير قبل تساؤلي لا ممكن ده سؤال قبل الاخير بقى، ليه GTA بالذات اللي احنا ذكرنا اسمها كتير قوي في الحلقة دي بعد كل النوش اللي عليها ده، واحنا عارفين ان GTA من اول ما طلعت شكلها عامل ازاي؟ انا مش هقولك ان انا ضد معها، بس انا بقولك هي شكلها عامل ازاي وبتتسوق ازاي بعد كل ده في نجاح للعبة زي دي اتمنعت بجد في حتت كتيرة قوي. ليه؟ هل علشان العنف الساخر اللي موجود في اللعبة دي اللي روكستار اعلنت عنه من زمان قوي، من ساعة ما بدأت السلسلة دي، ان هو يقولك الامريكان دريم ده اي كلام، وده احنا بنسخر من الموضوع ده بالعنف والحاجات اللي بتشوفوها في العاب GTA؟ ولا عشان فيها حرية اختيار زيادة قوي؟ انت لما بتيجي تلعب اللعبة دي انت بتحس كده اللي هو انا ممكن اعمل اي حاجة وحشة او حلوة في اللعبة دي، ودي بتعكس ان في ناس معينة عايشة قيود حياتية في يعني الواقع بتاعها بتمنعها من اشياء معينة، فهم شايفين ان دي حرية يعني ما بتضرش او ديجيتال ما بتضر يعني حاجات تانية يعني، بس مثلا يمكن عشان كده. ولا عشان التفاصيل اللي روكستار بتعملها في الجرافيكس بتاعتها وفي البيئة والعالم المفتوح اللي موجود في GTA بالسلاسل الكتيرة بتاعتها. يعني افتكر تفصيلة زي ان ليبرتي سيتي دي اتعملت بالظبط ريبليكا لنسخة حقيقية من خريطة نيويورك بالظبط حتى بشبكة المجاري، فيمكن عشان التفاصيل هي نجحت والجودة بتاعتها. ولا GTA
الاستمراريه بتاعتها. انا عارفه ان ما في جي تي اي اونلاين هو لاقيله يعني جي تي اي 6، بس الاستمراريه دي مخلياها من اكتر التايتلز اللي مشهوره ولسه بتبيع لغايه دلوقتي اجزاء قديمه على حسها وحس الاستمراريه اللي هي شغاله فيه ده، طالعه مش نازله. اتفقت او اختلفت، هو ده الواقع اللي احنا عايشين فيه. وانا بصراحه كنت فرحانه سيكا ان جي تي ايه اتمنعت فيه الامثله اللي انا ذكرتها، لان العنف الزياده من غير رقابه ده مش حلو بالنسبه للناس الصغيرة. الناس الصغيرة لسه ما عندهاش وعيها لسه بيتكون، فلما بيتكون عليه عنف من غير رقابة او سوبرفيجن من الاباء، لا انا مع الريتنجز ومع التصنيفات والرقابات. ما اعرفش ازاي ممكن الموضوع ده يحصل في العالم الرقمي المفتوح اللي احنا عايشين فيه ده، بس هي حاجة تخوف. يا رب بتوع جي تي ايه ما يشتمونيش، انا ولا بقول حلوة ولا وحشة، انا جيت اعرض حاجة اثارت فضولي ليه العاب زي جي تي ايه وغيرها بتتمنع من الاسواق، وهل الموضوع بتاع المؤسسات الرقابية والستيكرز اللي احنا بنشوفها دي ليه لازمة ولا لا. مجرد تساؤل. انت ايه رأيك؟ قولي رأيك. لو عجبكم هذا المحتوى اللي ان شاء الله ما يحصلوش بين، بليز ساعدونا ان احنا ننتشر شوية. لايك، سبسكرايب، حاجة بسيطة جدا. وانت لو عملت كومنت لطيف انا هرد عليك بكل لطف. لو عملت كومنت مش لطيف اعمل لك انا بان اركيدي بقى. اوكي بس كده، اشوفكم الحلقة الجاية. باي باي.